إنجاز طبي غير مسبوق في تونس. مستشفى شارنيكول في العاصمة تونس كانوا نجحوا في باش يعملوا أول عملية روبوتية لاستئصال الكلى في العاصمة تونس. تونس تدخل عالم الجراحة الذكية بعد عملية الجهاز الهضمي. اليوم تونس نجحت بطاقم تونسي وبمساعدة كوريا في استئصال الكلى في تونس. هذا فخر لتونس، يعني هذا ينجم يغير كل شيء في مجال الصحة في تونس، خاطر العالم الكل متجه إلى يعني الجراحات الذكية، خاطرها أكثر دقة، خاطرها تخلي المريض يتعالج في ساعة، فيها برشا فوائد، يعني حتى من الرابيديتي العملية بمساعدة الروبوت تكمل أكثر وأسرع من اللي يكون معاك يعني أشخاص عاديين. بالنسبة لي باش تتقدم دولة وتولي كما دول متقدمة كما دول أوروبا ولا دول أمريكا ولا كل، أول قطاع لازم تركز معه ولازم تصلحه هو قطاع الصحة. خاطر ما أنت كان ما تحافظش على الشعب بتاعك ما تنجمش تتقدم. هذوكم هما راس مالك، كل دولة راس مالها شعبها. كان ما تضحيش وما تنفستيش وتحط فلوسها باش الشعب بتاعها يبدا لاباس وفي صحة جيدة، ما تنجمش تتقدم وما تنجمش تخدم وما تنجمش يعني تعمل اسم لبلادك. هنيئا للطاقم الطبي التونسي، وان شاء الله نشوفوا حاجات خير من هكا في المستقبل.